المشكله في الغيارات عندك هنا. الناس كتير شكينا واتكلمنا على الغيارات مره واثنين وثلاثه، تقول الغيار وازاي الغيار تقيل وازاي تعمل فيه ايه، وقلنا لك تعمل واحد وتعمل اثنين وتعمل ثلاثه، دبرياش ماشي وغيارات ماشي وساعه تمويره ماشي، كل حاجه عملناها حلو كده. بس في حاجه مهمه جدا في الجدون ده اهو، في ناس كتير بتتلاشاها او ما بتعرفهاش تعملها، عشان خاطر كده الغيارات برده تقيله معاك حلو كده في الجدون نفسه. طب انا بجيب الجراب، بركب الجراب زي كده، لو قربنا بالراحه الجراب اهو، بركب سلوك وبركب كل حاجتي وبحرك، مفيش مشكله خالص. طيب انا لو ركبت الجرابات وركبت الحاجه والغيارات عندي تقيله برضو، والغيارات لسه تقيله، بقول بقى مشكله في الجراب ان انا جايبه مثلا صيني، سكرتوره محمله، الكلام ده كله. لا انا اقول لك ايه بقى، انت لما بتروح النهارده تعمل صيانه او بتعمل شغل او بتعمل عفشه عند الميكانيكي بتاعك، بتعمل السلوك بتاعتك وتركب جراباتك، بتخش عليه لو بتركب سلوك او الغيارات تقيله عندك، قبل ما تغير الجرابات وقبل ما تكلف نفسك هتقول له كلمتين اتنين بس، قول له حل لي الجزء المواسير المقابض بتوع الجدون شحمهم لي. يعني بص هنا كده، تعالى بص كده، بص بقى الماسوره دي بتاعت البنزين، بص عامله ازاي. طبعا كل دي وساخه تمام وشحم والكلام ده كله، مع الطينه مع الزيت مع الشحم والكلام ده كله، بتيجي تركبها بتلاقي الماسوره تقيله معاك، تحس ان انت تركب مهما تركب جرابه ومهما تركب سلك تلاقيه تقيل معاك. طيب في ناس كتير بتغسل دي بس، بتحل بتاعه البنزين وتغسلها وتشحمها ماشي، بتيجي لحد بتاعه الغيارات وتسيبها. ليه بسيبها؟ لان المشكله عنده هنا لما الدبرياج عشان تشيلها لازم تحل مقبض الدبرياج تطلعه عشان تسحب الماسوره بره. يعني بعمل كده، بشيل التيله خالص اهي بتاعه الغيارات تمام، وببدا اطلع الدراع ده زي ما هو كده. لو لاحظت هنا بقى، بص ليا كده، قرب بالراحه، بص. ومع ان الماسوره دي عشان جديده كمان راكبه من فتره قريبه، بص بقى الشحم اللي هنا والطينه تمام اهو، بص. طبعا كل دوت مع البنزين ومع الشغل ومع الحركه بتدي تقل في الحركه بتاعه البنزين وبتاعه الغيارات، فبتتقل معاك الغيارات. يبقى انا لو الغيارات عندي تقيله، غيرت جرابات وبرده لسه تقيله، شفت ساعه التمويره برده لسه تقيله، السكرتونه عندي كويسه بتاعت الغيارات، يبقى اول حاجه اعملها على طول، او ما شرطتش مش لازم ان انا احل عشان تقول غيار معين، يعني ممكن اعملهم نظافه صيانه، احل الجزء المقابض دول، جزء المواسير اغسلهم وانضفهم، بس ما تصنفرهمش. برضه معلومه مهمه جدا، ما تصنفرش الماسوره عشان ما تخشنش معاك، اغسلها بس ونضفها وحط عليها شويه زيت او بعد شحم وركب الماسوره بتاعتك، هتبقى معاك ميه والغيارات هتخف معاك والبنزين هيخف معاك تمام. الفيديو دوت انا عملته مخصوص تاني وتالت ورابع، ده اول مره اعمل على الماسوره بتاعه الغيارات، عشان المشكله بتاعه الغيارات الناس كتير بتغير جرابات وبتغير سلوك وبرده الغيارات تقيله معاها وتشتكي منها في مكان جديد ومكان قديم، لان احنا طبعا شغالين في تراب وطبعا زيت وبنزين ونخ ده كله وعفره وطبعا مروح ومجيه، فطبعا كل دوت بيعمل تقل في الماسوره وتقل في الغيارات. ده كان مشكله تقل الغيارات لو مغير جرابات. بص على الفيديو دوت واعمل زي ما انا بقول لك، هتخف معاك وهتبقى 100 100. لايك وشير ومتابعه للصفحه، واكبر عدد لايكات هرد على الفيديو بتاعه وهعمل له حاجه حلوه. اكتر واحد هيتابع هيعمل لايك استنوا الفيديو الجاي ان شاء الله.